زي ما قلت لكم بتيجي منكم شوية أسئلة في منتهى الذكاء. في سؤال جالي على الفيديو بتاع انت الكونتنت كريتور في رمضان، هو في ناس بتستحمل الصيام عن ناس؟ ما تقصدش الناس المرضى اللي ربنا اداهم رخصة، ليه في ناس بتتعب من الصيام وهم أصحاء وناس تانية الصيام بالنسبة لهم بيبقى خفيف يا دوبك يوم أو يومين وبيدخلوا في المود؟ تعالوا أقول لكم الإجابة العلمية دي. أيوة، في فاكتورز منها حاجات جينية ووراثية، ومنها فاكتورز لها دعوة بطريقة حياته، هو بيعيش ازاي، بتحكم تحمله للصيام. تعالوا نتكلم على الجينات. اول حاجة بالنسبة للجينات، في عندنا جينز كتيرة بتتحكم في طريقة الايض او التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات. مين بيمد ايده على الكربوهيدرات اسرع، مين بيمد ايده على الدهون اسرع. وده الحقيقة لسه ما درسناش قوي، ولكن احنا متأكدين انها بتتحكم في قدرة الانسان على الصيام. الحاجة التانية بقى اللايف ستايل فاكتور، هي نفسها اللي فاتت بس بطريقة تانية. في حاجة اسمها ميتابوليك فلكسبيليتي، يعني المرونة في التمثيل الغذائي. الإنسان الصايم المنتج اللي مش تعبان هو الشخص اللي عنده مرونة في التمثيل الغذائي. قالوا له خلاص مفيش كربوهيدرات، انت مش واكل، انت هتطلع طاقة من الدهون، هو ده اللي بيبقى زي الفل. الميتابوليك فلكسبيليتي دي بيتحكم فيها حاجات كتير جدا، منها مثلا كتلتك العضليه كل ما تزيد كل ما تكون فليكسبل اكتر. مقاومه الانسولين، كل ما يكون الانسولين بتاعك انت حساس ليه كل ما تتحسن اكتر. قدره كبدك قد ايه هو سليم وما عندوش توكسينز وما عندوش فاتي ليفر، قدره كبدك على تخزين الجلايكوجين او النشا الحيواني. نومك مهم جدا جدا جدا، اللي بينام كويس عنده ميتابوليك فلكسبيليتي اعلى بكتير. وكمان الاسترس، ليه؟ لانه كل ما بيطلع كورتيزون كتير كل ما بيعمل كريفنج، بيخليك عمال تدور على الكربوهيدرات. لما تكون بقى مش موجوده عشان احنا عندنا صيام، تبقى متوتر واعصابك تعبانه وعندك حاجه اسمها هرمونال فلاكتويشن. دي كلها اسباب لايف ستايل يعني ممكن تتغير، وعلاجها انك تتدرب على الصيام. الحاجه التانية المهمه جدا جدا برضو انه الكافيين، استعدادك للكافيين وادمانه، وده في جزء منه جينيتك وجزء منه لايف ستايل. الهايدريشن، قد ايه انت بترطب جسمك، والالكترولايت امبالانس او الاملاح المعدنيه مظبوطه في جسمك قد ايه. معدن مثلا زي البوتاسيوم النورمال بتاعه من 3.5 ل 5.3، رينج واسع قوي. لكن لو انت متعود على 4 بتبقى زي الفل في 4، فانت محتاج انك انت تكون حوالين ال4 عشان تحس انك كويس. واخيرا فعلا الناس المريضة تاخد رخصة، الناس اللي مش مريضة ومع ذلك مش بتستحمل الصيام وبتتعب وتفرهد تراجع كل حاجة في حياتها، علشان دي علامة ان صحتك مش كويسة. وشكرا على اسئلتكم القمر.